السلام عليكم ورحمة الله. قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي يفاجئ المنتخب المغربي بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم، ويصفع المنتخب الفرنسي. ولكن قبل أن نبدأ عطر أفواهك بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد انتهاء المباراة النهائية في كأس العالم بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الفرنسي، والتي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني ليتوج بكأس العالم لأول مرة في تاريخ ليونيل ميسي. فقد صرح قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد هذه المباراة، وأدلى بتصريحات لقناة الدوري والكأس القطرية، وقال: هذه المباراة كانت أهم مباراة لي في مسيرتي الكروية، لأن هذا المونديال كان آخر مونديال سأشارك فيه، فأنا فعلت المستحيل من أجل التتويج بكأس العالم، ولكن نحن نشكر كل